أصدقائي المتابعين، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي يدخل التاريخ من بابه الواسع، فكتيبة وليد الركراكي قدمت مباراة رائعة، مباراة تدخل التاريخ بعد مباراة كرواتيا. اليوم في مباراة بلجيكا قدموا مباراة تاريخية يدخلون من أبوابها الواسعة. فكما لاحظتم متابعينا، المنتخب المغربي سيطر بالطول والعرض في هذه المباراة. فالمفاجأة التي بدأت بها المقابلة وهي خروج بونو الذي لم يدخل في غمار المباراة بإحساسه ببعض الدوران، فعوضه الحارس الكجوي الذي قدم مباراة تاريخ. فكما يعلم الجميع فإن الكجوي له تجربة مهمة في مونديال 2018 مع هيرفي رونار، كان هو القائد الأول للمنتخب المغربي في حراسة المرمى. فكما شاهد الجميع مشاهدينا الكرام، أسود الأطلس قدموا مباراة رائعة وخيالية، فأصدقاء دو بروين لم يسيطروا ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا دفاع بقيادة نايف أغرد والسايس. فخروج حكيمي وخروج كذلك بوفال، وعوضه الصابيري الذي بعد دخول سجل هدفا الأول من ضربة مخالفة بعد أن يعود أبو خلال من تمريرة رائعة من حكيم زياش قائد وبطل هذه المباراة، الذي برهن لتشيلسي ومدربها توخيل بأنه كان يستحق أفضل مما كان. تشيلسي سيندم وسيستثمر بدون شك في حكيم زياش الذي قدم مباراة رائعة وتوج اليوم هو رجل المباراة. أما يحيى عطية الله فقد دخل وهو من حصل على الركلة الحرة التي أتى منها هدف الأول في المباراة عن طريق الصابيري. فكما تابعتم مشاهدينا الكرام، المنتخب المغربي فرحة كبيرة للجماهير ومن كل القلوب ومن كل الأحاسيس، فالكل فرح وأسعد لأننا لم نفرح منذ زمن طويل، والحمد لله بفضل الله هذه الفرحة الكبيرة بقيادة الوليد الركراكي وحكيم زياش. فكل المجموعة تقاتلوا وقدموا مباراة للتاريخ، ويبقى سوى نقطة واحدة تفصل أسود الأطلس عن المرور إلى الدور الثاني وتحقيق ما فعله التيمومي وأصدقائه. نتمنى كل التوفيق لأسود الأطلس في الرهان القادمة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.